النهارده هنعمل بسكوت حلو قوي بالتفاح والجبنه القريش، مشبع خطير صحي وطعمه رهيب بجد. اتمنى ان انتوا تجربوه. عشان نعمل العجينه عندي بيضه، هحط عليهم معلقتين كبار من العسل، بعد كده احط عليهم 3 معالق كبار من الزيت، وبعد كده احط عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، وهضربهم كويس كده لغايه ما لونهم يفتح شويه. بعد كده هبدا بقى اضيف المكون التاني عندي بقى قلبين من جبنه القريش او حوالي كوبايه. هبدا افتفتهم كده بالويسك، بس لازم اخلطهم بالهاند بلندر او بالكبه علشان خاطر ما يبقاش فيه تكتلات للجبنه، عايزاه يبقى الخليط ناعم كده. بعد كده عندي معلقه صغيره من البيكنج باودر، هقلبه كويس. بعد كده عندي بقى كوبايه من الشوفان المطحون، هحطها كلها وهقلبهم مع بعض. بعد كده بقى عندي كوبايه ونص من الدقيق القمحي الكامل، هبدا اضيفهم تدريجيا على العجينه لغايه ما العجينه تتلم عندي وتبقى عجينه طريه متماسكه. هضيفهم شويه بشويه لغايه ما تبقى عندي العجينه حلوه كده. انا احتاجت معايا كوبايه وربع. بعد ما لميتها غطيتها بقى وحطيتها في التلاجة لمدة ربع ساعة عشان ترتاح. بعد كده هنبدأ نعمل الحشو بتاعنا بقى. عندي 3 تفاحات حجم وسط مبشورين، هحط عليهم بقى معلقتين كبار من العسل، وهحط عليهم معلقة صغيرة من القرفة، وهحط عليهم عصرة ليمونة اختياري، وحوالي معلقة ونص كده من الزبدة، و3 معالق كبار من المية. هقلبهم تقليبه كده وهغطيهم واسيبهم على نار هاديه لغايه ما التفاح كده يتكرمل مع العسل والقرفه، تبدا ريحتها تطلع كده. خلاص التفاح عندي بقى جاهز الحشوه. هبدا بقى اجيب العجينه بتاعتي، هتكون ارتاحت وبقت طريه وجميله ورهيبه. هبدا اقسمها بقى بالنص كده. بعد كده همسك النص، هبدا افرده. انا مش عايزاه هرش طبعا رشه دقيق، انا مش عايزاه مفروده قوي ولا تكون سمكها تخين، سمكها يبقى وسط لان احنا هنلفها. بعد كده جبت طبق او اي قالب شكل دائري علشان تبقى العجينه كلها شكل بعض، ما تبقاش فيه حته طالعه وحته كبيره وحته صغيره. هبدا بعد كده بقى اقسمها تقسيمه الكرواسون كده بالطريقه دي. بعد كده هقلبها، همسك بقى مثلث مثلث، هبدأ بقى افرده فردة بسيطة كده، وهبدأ افتح له فتحتين صغيرين كده ما يوصلوش للاخر، وهحط بقى معلقة من الحشو، وهبدأ اقفل الجانبين بالطريقة دي عشان الحشو ما يطلعش بره. وهنعمل واحدة تانية برضو كده، هجيب واحدة اهي مثلث، هفرده فردة بسيطة كده بس من النشابة. بعد كده هفتح فتحتين من الطرف ما يوصلوش للاخر، وهحط معلقة من الحشو، وهبدأ اقفل الجنبين بالشكل ده عشان الحشو ما يطلعش بره. بعد كده نحطهم في صينية عليها ورق زبدة، دهنت الوش بقى بصفار بيضة، عليه شوية قرفة وشوية فانيليا ومعلقة صغيرة كده من القهوة سريعة الذوبان، ودهنتهم دهنه كده. حطيتهم في فرن متسخن قبل كده على درجه حراره 170 لمده 15 دقيقه، وطبعا حسب الفرن بتاعنا هما بيستووا بسرعه ما بياخدوش وقت. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها لان بجد شكل وطعم وريحه رهيبه. بجد اتمنى ان انتوا كنتوا تشموا الريحه بجد خطيره جدا. مش قادره اقول لكم التفاح عامل ايه اساسا، يعني خطير وطعمها حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها.